قبل ما تبدا هاد القصة خاصك تعرف واحد الحاجة مهمة بزاف. ماشي كل دار قالوا عليها مسكونة راه فيها الجنون. كاينين ديور مسكونة بالحقد، وكاينين ديور مسكونة بالطمع، وكاينين ديور مسكونة بأشباح بشرية اللي خطر من أي مخلوق آخر. اليوم غادي نحكيو على واحد الشقة في الإسكندرية في مصر، شقة اللي 15 عام وهي مسدودة. الناس قالوا عليها مسكونة، وناس قالوا عليها فيها اللعنة، ولكن الحقيقة أقصى وأقدر من أي خيال. ركز معايا حيت هاد القصة كل تفصيلة فيها مهمة، وأي كلمة غادي تسمعها غادي تفهمك علاش بعض البشر إلا داروا ليك معروف قد يقتلوك عليه. في بداية 2015 تحط واحد الإعلان ديال بيع الشقة في الإسكندرية في مصر. هاد الشقة جات في أحسن موقع، حي كيسكنوا فيه غير الناس اللي لاباس عليهم، قريبة للمدرسة للسوق والمستشفيات، كل شي حداك. ولكن اللي خلى الناس تفكر قبل ما تشري الدار هو الثمن. الثمن كان قليل بزاف من الثمن ديال السوق. اي واحد كيفهم في العقار غادي يقول كاينين مشاكل في هاد الشقة. واحد السيد من الناس اللي باغيين يشريو الدار اتصل بمول الاعلان وحدد معاه الوقت اللي يجي فيه ويشوف الدار. جا نهار الزيارة، السيد كيوصل للعمارة كتبان قديمة شوية، ولكن بين ساكنين فيها الناس. السيد كيطلع في الدروج، كيوصل للطابق الأول، كيوقف قدام الباب اللون ديالو باهت وكيبان بحال مدة ما تفتح. كيدق الباب، دازت ثواني الباب كيتحل، ولكن المفاجأة داخل الشقة لقى راجل ومراته وولادهم باركين بركة عادية، ولكن من النظرة الأولى بانت لي شي حاجة غريبة. الفراش فخم وكيبان قديم، وحتى الستائر تبدل اللون ديالها، وريحة الغمولية في الدار. بطبيعة الحال غادي تكون الريحة حيت الدار 15 عام وهي مسدودة. الشاري بدا كيدور في الشقة، في الصالون، الكوزينة، البيوت، كل شي منظم، ولكن الإحساس كان ثقيل كيحبس النفس. سول مول الإعلان واش الشقة عامرة ولا مسدودة؟ جاوبو قال ليه راه مسدودة لمدة 15 عام، وقال ليه كان واحد من العائلة ساكن فيها ومات، وزاد قال ليه كاينين شي مشاكل قانونية. السيد خرج من الشقة وبزاف تاع الأفكار كدور في دماغه. وهو هابط مع الدروج شاف واحد السيد حتى هو ساكن في العمارة. سولو اسمح لي، واش عارف شي حاجة على هاد الشقة حيت بغيت نشريها؟ الجار شاف فيه وسكت شوية، ومن بعد قال ليه راك باغي تشري الشقة المسكونة. الجار بدا كيهضر، قال ليه في هاد الشقة مات فيها المهندس عبد الرحيم ومراته فاطمة وبنتهم أمينة في 2010. كلهم ماتوا في نهار واحد، ومن هنا خاصنا نرجعوا لكتر من 25 عام للور. عبد الرحيم كان شاب مهندس عايش في الإسكندرية من عائلة متوسطة، كان طموح كيخدم بزاف وعنده حلم واحد، هو تولي عنده شركة كبيرة ويبني عائلة. عبد الرحيم تعرف على واحد البنت سميتها فاطمة، بنت من عائلة ميسورة. فاطمة عجبها عبد الرحيم، شافت فيه الطموح والنية والصدق. تزوجوا، وعبد الرحيم كان صريح، قال لها ما عنديش ولكن غادي نخدم. من بعد الزواج توفى أب فاطمة وخلى لها ورث كبير. فاطمة قالت لعبد الرحيم غادي ناخد حقي من الورث نبيعو ونفتحو شركتك. تثقت في عبد الرحيم ثقة عمياء. الشركة تحلات وعبد الرحيم ولا خدام من نيته في الشركة، والشركة كتكبر نهار على نهار والفلوس كتدخل. تزادوا عندهم وليدات، بنت سموها أمينة وولد سموه أحمد. من بعد سنوات عبد الرحيم شرى هاد الشقة اللي كان هضروا عليها الآن وكتبها في سميت مراته. ولكن من هنا بدات المشاكل. عائلة عبد الرحيم بداو كيطمعوا فيه، وحتى عائلة فاطمة، خصوصا ختها اللي ضيعت الورد ديالها. أما بنتهم أمينة كانت ظريفة وقريبة من والديها. أما أحمد فكان قبيح وما كيتقبلش النصيحة وكيشوف والديه خانقينه. دخلوه يقرا في واحد المؤسسة غالية كيقراو فيها غير الوليدات اللي والديهم لاباس عليهم.
بوه شرى ليه طوموبيل، ولكن العلاقة بينه وبين ولده كانت كتخيب نهار على نهار. وفي 2010 العائلة مجموعة على الغدا. أحمد قال لهم ما قادش ناكل، غادي نمشي للاصال. شرب غير عصير وكيشوفهم كيتغداو وهو عارف باللي الغدا فيه السم. وصلات 8 ديال الليل، كيتصل ببوه وكيجاوبش، وكيتصل بمو حتى هي كاع ما كتجاوب. ركب على السيارة ديالو وكيرجع للدار. كيدخل كيلقى مو طايحة في الكوزينة واختو في الصالون وبوه ميت حتى هو في البيت. جات الإسعاف وقالوا ماتوا كاملين. بداو التحقيقات، وفي التحقيقات قالوا تسمم غذائي بالسم تاع الحشرات. في ذيك الوقت بزاف تاع الحالات توفاو بمبيد الحشرات، والملف تسد ودفنوهم. من بعد 8 شهور أم عبد الرحيم مشات عند البوليس وقالت لهم حفيدي هو اللي قتلهم. البوليس عاودوا فتحوا الملف وبداو بالتحقيقات. شدوا حمد وحقوا معاه، وفي التحقيق اعترف باللي دار لهم السم تاع الحشرات في الغدا، وقال باللي ما كنتش ناوي نقتلهم، ولكن الأدلة كانت واضحة. من بعد محاكمة طويلة ومعقدة المحكمة خرجت بحكم نهائي. الحكم كان صادم، الإعدام. ولكن هنا ما سالتش القصة، حيث وخا تحكم بالإعدام القضية بقات كتجر لكتر من 13 سنة، وكل عام كيزيد يعقد الأمور كتر. علاش؟ حيث منين مات الضحية عائلته وعائلة مراته دخلوا في حرب كبيرة على الورث، حيث الضحايا خلاو دار وأراضي وشركة وفلوس، وكل واحد يقول أنا عندي الحق. وخلال هاد الصراع واحد الحاجة خطيرة خرجت للضوء. اكتشفوا عقد كراء مزور عنده 59 سنة، عقد قديم بزاف، توقع في واحد الوقت اللي ما فيه لا حواسيب لا مراقبة دقيقة. والخطير هاد العقد كان كيستعمل باش يثبت الملكية بالزور. من بعد الخبرة تبين أنه ماشي صحيح، والشهود اللي مذكورين في العقد كانوا ماتوا قبل ما يتعمل هاد العقد، واللي قامت بالتزوير كانت خدامة في مجال قانوني، عارفة الثغرات، واستغلت الموت تاع العائلة وطول القضية والفوضى تاع الورثة. وهذا الاكتشاف زاد عطل تنفيذ الحكم بالإعدام للمجرم، وخلى المحكمة تفتح تحقيق جديد. وفي الأخير من بعد ما تسدد جميع الأبواب والمحكمة تأكدت من كل التفاصيل، نفذ الحكم الإعدام. ولكن حتى واحد ما كان رابح في هذه القصة. واحد مات وواحد تحكم عليه بالإعدام، وجوج عائلات محطمين للأبد. هاد الشقة ما مسكوناش بالجنون، مسكونة بالطمع وبالحقد وبالفلوس اللي فرقت العائلة ودفنتها وهي حية. وخا تكون دارك عامرة، إلا دخل ليها الطمع كتولي قبر. شنو رأيك؟ واش أخطر حاجة في الدنيا هي الجنون ولا الإنسان من اللي كينسى الرحمة؟ إلا عجبتك الحلقة تاع اليوم خلي لايك الفيديو واشتراك باش توصلك القصة الجاية، وشكرا لكم على المشاهدة.